حياكم الله مشاهدينا ومتابعين برنامج ليالي الكويت. اللقاء راح يكون جدا مهم مع ضيف الكويت الموجود اليوم ويانا، نجم النجوم والدنجوان احمد يا رب عز. يخليك. رحب فيك. تسلم، ميرسي ميرسي على الكلام الحلو ده، تسلم الف شكر. حياك الله. انا بقول لك بالبدايه عمره مقبوله، عرفنا انك لسه جاي من العمره، صحيح؟ الحمد لله، تمام الحمد لله. الله يتقبل ان شاء الله منك، والحمد لله على السلامه. نورت اليوم الكويت. يا رب يخليك. كنت ويانا في 2004 في تكريم سينمائي، اليوم انت موجود بالكويت، قول لي الاجواء شلون شفتها بالكويت؟ اولا انا عايز اشكر الحقيقه كل الناس اللي استقبلتني في المطار، الاستقبال الحافل ده انا بشكرهم جدا، وحسيت ان انا ما خرجتش من مصر. بشكر كل اخواتنا واشقائنا هنا في الكويت على الاستقبال ده، وبتمنى لكل المصريين اللي عايشين هنا كمان النجاح والتوفيق يا رب، ويديم علينا كل السعاده والنجاح باذن الله لينا كلنا، والامان لكل اوطاننا العربيه. يمكن كذلك وجودك اليوم بالكويت على الاحتفال في فيلم اولاد رزق، شلون شفت ردة فعل الجمهور الكويتي لهذا الفيلم؟ والله الحمد لله الفيلم نجح بشكل كويس قوي وعجب الناس وربنا كرمنا فيه بشكل كبير قوي الحمد لله. ربنا يقدرنا في الفيلم اللي جاي ويبقى احسن كمان ان شاء الله. احنا نبي نشوف فيه الملامح اللي موجودة عند احمد عز شوي قريبة من ملامحنا الكويتيين، ما في فكرة للمشاركة في اعمال يا مسلسل ريت كويتي؟ والله، ده يشرفني. احنا في الاخر احنا كلنا بنتكلم بنفس اللسان، بنتكلم نفس اللغه، فبالعكس دي حاجه تشرفني وتسعدني. وانا نفسي يبقى الانتاج في كل الدول العربيه يبقى الفن ملوش هويه، الفن ملوش وطن، فبالعكس دي حاجه تشرفني وتسعدني، واتمنى ان ده يحصل ان شاء الله. يهتم احمد عز بالالقاب، يعني دنجوان، نجم النجوم، ملك لا والله، رومانسية؟ لا والله انا بخليها على الله بقى، يعني اهم حاجه ان انت تعمل فيلم كويس بس وخلاص. نرحب فيك مرة ثانية اكيد ربنا بالكويت، يخليك. حياك الله منورنا. نبي تكون ويانا في ليالي الكويت بعد هذا ان شاء البرنامج. الله يا رب باذن الله. تابعونا في برنامج ليالي الكويت حبيبي.